عسلامة ومرحبا بكم الناس كل شكرا اللي لبيتوا الدعوة. أنا أمين زياني عضو جمعية دياسبورا إن أكشن. إحنا جمعية توانسة البرة. نخدموا نقراو ونحبوا نساهموا للازدهار في تونس. جمعيتنا تأسست عام 2019، عملنا برشا مشاريع. منهم وأهمهم في الوقت الحالي هو بودكاستنا هاو الأفكار. تنجموا تسمعوه على أي بلاصة تسمعوا فيها البودكاستات: سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب. اليوم باش نتناولوا موضوع قانون المالية 2025 في تونس، ونحاولوا نشوفوا بعض الأوجه والنواحي فيه اللي ممكن بعض الإذاعات والجرايد والمواقع التونسية ما تناولتهمش. ومعانا اليوم حسام شمام، محلل سياسات عامة وطالب سياسات عامة في الماء والانتقال الطاقي في إيرفورت ألمانيا، وإياد غدامسي، خبير معطيات داتا ساينتست في مجال الإعانات الدولية والبابليك فاينانس. اليوم باش نعطي المجال للحسام يعطينا بسطة صغيرة على قانون المالية 2025، أو على أوجه معينة منه. ومن بعد نعطي المجال إياد باش يورينا حاجة عملها بالمعطيات على الدين الداخلي والخارجي في تونس. ومن بعد نفتح المجال للباقي المشاركين والمناقشة في الموضوع هذا. من غير ما نطول عليكم، مرحبا بك حسام. تفضل شير سكرينك طيب. أول حاجة وأعطينا ايش ميرسي. عندك. أول حاجة ميرسي على الاستضافة. نحن اليوم معناها باش نعملوا حاجة تشيل توك هكايا وانتراكتيف شوية. كان معناها عندنا اللي داتا ساينتست حاضرين معانا. اون بلوس معناها كما قلت انت فما اسبي اللي هو عادة ما يحكيوش عليه برشا العباد، اللي هما ديما ياخذوا كل قانون مالية على روحه معناها انديبوندون. مي سياسات الدولة هي سياسات كونتينيو تتبني على فوق بعضها، فما توجهات تختلف معناها للدولة بشوية بشوية. هذيك علاش ناخذوا نحن ابروش نتاع كونتكستويل القانون المالي. يلا. أنا توا I am sharing my screen. إيه نبدأ البريزنتاسيون. أوكي مرحبا بكم. ذي برايمر نتاع البودجي في تونس. It's not exactly معناها exhaustive. It doesn't cover everything. باش نحكي بحاجات انتر تونسي أنجلي وفرنسي، خدمنا كيما توانسة الكل معناها we are multilingual. اول حاجه باش نبداو معناها دو باز لازمنا نتفاهموا في حاجتين وباش نشوفوهم قبل ما نبداو ما نحكيو على البودجي في تونس. الحاجه الاولى اللي تونس هي دوله جبائيه بالاساس، بما معناه معناها الماجوريتي نتاع الريسورس بتاع الدوله تجي من الضريبه، ماهيش تجي من دي ريسورس مثلا كيما النفط والا من اي حاجه تبيعها الدوله ولا حاجه اخرى. تونس دوله جبائيه. الحاجة الثانية اللي هي العدالة الجبائية، باش نشوف ايش معناها عدالة جبائية. هي constitutional imperative، حاجة موجودة في الدستور، ماهيش حكاية معناها اختيارات متاع الحكومة هذه ولا الحكومة هذيك. هي من المفروض الدستور يفرض اللي أي حكومة تجي في تونس تسعى إلى العدالة الجبائية. كيفاش يصير هذا؟ العدالة الجبائية تعني حاجتين مربوطين ببعضها. الحاجة الأولانية اللي هو horizontal equity، العبيد اللي عندهم نفس السيتوياسيون يدفعوا نفس ليتو في الضرائب. والكورولير متاع هذا كونه العباد اللي ما عندهمش نفس السيتوياسيون يدفعوا ضرائب مختلفة. لوجيك، عبد عنده برشا فلوس يدفع ضرائب من المفروض أكثر من عبد عنده شوية فلوس. هذا ايش معناها؟ واهم من هذيك هذا علاش. كي نشوفوا مثلا ناخذوا لنا ليكزامبل نتاع مسيو مروان، ما نقولولوش لقب، يخلص 600 مليون في العام، ومسيو حسين يخلص 6 ملايين في العام. الفرق بيناتهم ان فاكتور دو 100%. معناها اللامبو من المفروض ينقص من الفوارق هذه. علاش؟ خاطر نحن نشوفوا معناها من اهم الاهداف للضريبه معناها مش في تونس بركه، في العالم الكل، اللي نحن معناها تو ريديستريبيوت ويلث، معناها نقص من الفوارق الاجتماعيه. هذه فيه اسباب عديده نجم نتناقشوا فيها في الديسكسيون من بعديك. ولكن كان ناخذوا لامبو على الناس الكل 10%، اللي فما برشا عباد تنجم تشوفوا لوجيك، اللي نلقاو الفاكتور نتاع ديفيرونس ما بين حسام ومروان يبقى ديما بيدو 100%. معناها بعد لامبوزيسيون تبقى نفس الفرق. ولكن كان ناخذوا ابروش بروغريسيف، اللي مروان يخلص 30% بما انه عنده 600 مليون، ايه حسام يخلص 10% بما انه عنده 6 ملايين، اللي يبقى لهم من بعد ضرائب يولي فاكتور نتاعو اقل. معناها في بلاصه باللي فما 100% 100 فرق، يولي فما 77 فرق. ولهنا نشوفوا معناها مروان ولا عنده 420 مليون مازالوا برشا،
وحسام قالوا 5 ملايين و400. هذه سيتي الفكرة البسيطة السريعة اللي كيفاش مبنية عليها الضرائب في تونس. تو باش ندخلوا في قانون المالية 2025 in the context نتاعو، باش نشوفوا ثلاث حاجات مهمة: لي سورس دو ريفونو اللي دخلهم فلوس الدولة، معناها منين تجيبهم، كيفاش تصرف الدولة في فلوسها، و سبيسيفيكمون باش نعملوا نظرة سريعة على قانون المالية 2025 شنو صار فيه دي شونجمون مهمين. باهي، اول حاجه نجموا لازمنا نعرفوها في الريفينيو نتاع الدوله اللي هما لي سورس، اسكو هذم معناها لي سورس بروبر نتاع الدوله والا علاش لازمنا نسلفوا. في البودجي نتاع 2025 نلقاو باللي 64.1% من مداخيل الدوله هي دي ريسورس بروبر اللي تستعملهم، معناها الدوله هي دي ريسورس بروبر تجيبهم من وسط الاقتصاد التونسي، و35% حاجات متسلفتهم الدوله. وهذا معناها اللي تونس تحتاج باش تتسلف، ما تنجمش تغطي الحاجيات الكافيه معناها نتاعها نتاع المصاريف. باش نشوفوا من بعديك قداش هي البزوان هذا، وباش نزيدوا نشوفوا ونكسبلوريوها الحكايه في الداتا. بالنسبه ل 2025 سبيسيفيكمون، 35% اللي نقترضوها، 28% منها معناها من البودجيت توتال يجي دي ريسورس من دوميستيك، معناها نقترضوا من البنوك الداخليه والا نقترضوا من الشعب اترافير، معناها نحلوا البوندز التوانسه ينجموا يشريوا ينفستيو في الدوله بريسك، والا 7 و8% بريسك 7.9% دي ريسورس من الخارج. وهذا ما يختلفش برشا على العادة. 2025 يشبه الأعوام أخرى، سبيسيفيكمون في الأعوام الأخيرة. في 2022 نجم نشوفوا باللي لي ريسورس دومبرانت كانوا 35% 34% و66% لي ريسورس بروبر نتاع الدولة. في لي ريسورس بروبر علاش قلنا تونس دولة جبائية بالأساس؟ على خاطر 91% من لي ريسورس بتاع الدولة التونسية كلهم ريسورس فيسكال، معناها يجيو من الضرائب. 9% دي ريسورس نون فيسكال. هذه حاجه انتريسونت على الاخر بالنسبه للعباد اللي تقرا سيونس بوليتيك، خاطر مثلا نجموا ناخذوا الاكزامبل المعروف برشا في امريكا، يقولوا نو تاكسيشن without representation. كان انت الدوله معناها تاخذ البودجي نتاعك الماجوريتي نتاعو جاي من لي زامبو على العباد، ما تنجمش تكون دوله غير ديمقراطيه. وهذا يفسر برشا معناها شنو اللي صار في تونس في 2011. باهي، تو دي اكثر حاجه مهمه في بلادنا الحقيقه. لي ريسورس فيسكال اللي هم يمثلوا الماجوريتي نتاع مداخيل الدوله منين يجيو؟ عندنا من اهم الحاجات، عندنا اللي تاكس على السالير، دي لامبو على السالير اي ار بي بي سبيسيفيكمون مثل 19%. فما دي زامبو على الدخل اخرين كيما على الكابيتال، كيما على مثلا لاسيورونس نتاع الفي كي تخلص، ولا لاسيورونس نتاع لاسيورونس تخلص عليها ولا حاجه كي تنجم الدوله تاخذ منها بارتي، والا مثلا لاسيورونس على الميراث. ولكن هذا سبيسيفيكمون لامبوزيسيون على السالير نتاع العباد تدخل 19% من ميزانيه الدوله. En contrepartie, l'imposition على الشركات corporate tax الاي اس لامبو سور لي سوسيتي في تونس يدخل 15%. وهذا كانت حاجه تبدلت اترافير التاريخ، على خاطر قبل كان التاكس على الشركات معناها اكثر، ولا ساعات ماجوريتي نتاع الوقت قد هما ساعات تفوت ساعات قد مع لي زامبوزيسيون على السالير. ولكن تنشوفوا على الكونتكست هيستوريك اللي هي هذه حاجه تبدلت، ومشينا في ديريكسيون اللي نحن الدوله تاخذ في الفلوس من المواطن اكثر من اي حاجه. عندنا زاد 5% لنا اللي هو الضرائب على الكاستمز اللي هي على الحدود، معناها اي حاجه تامبورتي نحط عليها ضريبه. وندخلوا توا لنا في لي زامبو انديريكت، تي في ا ودروات كونسوماسيون، اللي هما بالحق معناها يمثلوا بروبورسيون كبيره على الاخر من الدوله، من المدخول نتاع الدوله. تي في ا هي الناس كلنا نعرفوها، معناها فما امبوزيسيون 19% على الماجوريتي نتاع لي برودوي تخلصها معناها انت ديريكتومون. ولا دروات بعد كده فما اقل ديتو اقل باش في حاجات مثلا كيما الماكله. ودروات كونسوماسيون اللي هي امبوزيسيون على حاجات عادة مضرة بالصحة وإلا ملوثة للبيئة، مثلا الدخان، المواد الكحولية، هذا الكل فما معناها امبوزيسيون ابار التي في فوق التي في نحطها هي دروات كونسوماسيون 9%، اللي هي حاجة انتريسونت افوار باللي 9% من مداخيل الدولة بكل تجي من الحاجات هذه. بعد عندنا دي زوتر امبو، فما دي زامبو انديريكت، فما دي زامبو ديريكت اللي هم يمثلوا مع بعضهم معناها بارتي معتبرة من الدولة. ولكن تبقى ديما الحاجة انتريسونت لنا اللي المواطن عنده 19% من مداخيل الدولة جاية من جيبه ديريكتومون بالسالير بتاعه، وزيد الكونسوماسيون بتاعه حاجة كبيرة برشا. هذا الموديل المبني عليه الدولة بتاعنا. باهي، تاريخيا في
خلينا ناخذ السنين الاخرى على الاقل باش نفهموا معناها توجهات الدوله في السنين الاخرى. شنو هي صار؟ دروا الديوان يبقى ديما بريس كيف كيف، مانيش دولة نحطوا معناها دي تاريف مثلا كيما ترامب قاعد يعمل توا، ماهيش حاجة تونس نجم تعملها ريالمون. مي نجموا نغزروا لنا لامبو سور لي سوسيتي ولامبو سور لو ريفوني في 2021 2022 قانون المالية 2024 قانون المالية 25. نشوفوا لنا اللي امبو سور لي سوسيتي قاعد يطلع، وهذه حاجة جديدة في تونس وتوجهات للدولة ريسونت. ما كانت كل عام تمشي وتزيد تنقص تمشي وتزيد تنقص. كنا انا وقت اللي اشتغلت معناها كمحلل سياسات عامة كانت 11% في الفترة اللي أنا خدمت فيها، اللي هي توا معناها 2022، اللي هي توا وصلت 14.5%. على عكس ذلك نلقاو اللي لامبو سور لو ريفونو يمشي وقاعد ينقص، اللي هو كان 32.7% من مداخيل الدولة، 29 28 28. دروا كونسوماسيون والتي في درات كونسوماسيون نقصت، ولكن من 12% الى 9%، ولكن التي في قعدت بريسك هي. بالعكس فما حاجات معناها على قد ما نعفيو دي برودوي من التي في باش نشجعوا عليهم مثلا لي فواتور الكتريك ولا حاجه هكا باش نشجعوا على المحافظه على البيئه مثلا، على قد ما قاعدين نزيدوا فيهم في حاجات اخرى. باهي، هذا تبقى اكثر جراف يعجبني انا الحقيقه. ثورة من إذا نشوفوا لنا في الجراف اللي هو من التاكس على السالير قديش تدخل الدولة من عام 2000 إلى عام 25، اون كونتر بارتي بتاع الكوربريت تاكس الاي اس. لأن كما قلنا باللي هما كانوا يمشيوا ديما قراب مع بعض. هذه التاكس على السالير بالضبط، وماهيش ومعناها مش التاكس على الكابيتال ولا حاجه اخرى. وات ذا سيم تايم الكوربريت تاكس هذه ماهيش انكلو فيها الشركات البتروليه. عاده قبل كانوا مع بعضهم قد، ولكن لنا نشوفوا باليوم فما فرق صغير، وهذه حاجه مهمه معنا لي سالاري والشركات اللي تخدم فيهم قداش يدفعوا في لي زامبو. صار تحول مفصلي تنجم تشوفوه في الداتا ديريكتومون في 2011، اللي هو وليت التاكس على السالير تمشي وتزيد، وقت اللي التاكس على الشركات تمشي وتهبط. سبيسيفيكمون نجم نشوفوا عام 2014 بعد ما الدوبة ما دخل المجلس الجديد قرروا باش نقصوا من لي زامبو على الشركات سبيسيفيكمون باش يدعموا الاستثمار. ولكن هذا ما نجحش، تاريخيا مثبت باللي هو ما نجحش. علاش؟ على خاطر عدد الشركات ما زادش برشا معناها من 2014 وانت طالع. في 2021 زاد حاولوا يعاودوا يبدلوا القانون باش يشجعوا على الاستثمار، ولكن هذا كيف كيف ما نجحش. علاش؟ سبيسيفيكمون على خاطر مثلا نشوفوا فما رابورات نتاع البنك مونديال يجيو في كل 5 سنين 2013 2017 يسألوا المستثمرين الأجانب في تونس يقولوا لهم شنو هي الأسباب الكبرى اللي تخليكم تستثمروا في تونس، شنو هي الأسباب الكبرى اللي تخليكم ما تحبوش تستثمروا في تونس. ما فما حتى مرة في التوب فايف هذوما مثلا سبب الأول سبب الثاني سبب الثالث يخليهم يقولوا لي زامبو. خاطر أي عبد باش يستثمر في تونس وإلا مش باش يستثمر في تونس لي كونسيدراسيون نتاعو مش هذيك. دو ان يا إما باش يجي يستثمر خاطر القرب لأوروبا، وإلا خاطر اليد العاملة أرخص، وكان مش باش يستثمر راهو بخاطر من الانفراستركتور من السيكوريتي والا من حاجات اخرى. ولكن لي زامبو مهمش الحاجه الاولانيه. ولكن نحن الدوله نتاعنا ذيك معناها قاعده تعمل عندها قداش من عام يحبوا يشجعوا على الاستثمار يمشيو ينقصوا على الضرائب. جيسبر كو الحاجه هذه واضحه. باهي، نعملوا نظره سريعه على مصاريف الدوله اللي هي حاجه انتريسونت. نحن السنه في 2025 باش نصرفوا 59 مليون 59 ألف مليون دينار، اللي هو معناه يفوت المداخيل متاع الدولة 9 مليون دينار. عاد فما ديفيسيت 9000 مليون و800 9800 مليون دينار. ديما بالعربي اللي شيفر حتى على الرئيس صعب هو. في الديفيسيت بودجيتير نجم نشوفوا لنا من 2010 تكشي 2025 كيفاش صارت الترند. في 2019 الى 2020 مع الكوفيد الدولة بالحق معناها دينت بصفة كبيرة، واللي هو مفهوم الحقيقة. ولكن حتى من قبل كانت الامور داخله بقوه معناها بعد الثوره سبيسيفيكمون 2012 2013. هذا اون مونطون. مي كي نشوفوا زاده اون بورسنتاج للبي بي كيف كيف بريسك نفس الجراف بالضبط، اللي هو خاطر هذا يفسر البي بي نتاعنا ماهوش قاعد ينمو بصفه كبيره، بريسك كونستون معناها. لنا نوصلوا للديسكسيون الأهم عادة اللي تخلينا نطيحوا للأوستيريتي ونحكيو على الديسكسيون نتاع أوستيريتي نتاع التشغيل ونتاع الكو نتاع العمل، أو الاسكو الدولة معناها شنو هي دورها بالضبط، هي جست مشغل الناس ولا تنفستي وكل شيء. نجم نشوفوا الجراف هذا
اللي هو معناها باللورانجي الماس سالاريال، هي الكلمة الكي وورد اللي يستعملوها، الماس سالاريال في تونس. ايه بالازرق الانفستيسمون ديريكت. اللي هو ايش معناه الانفستيسمون ديريكت؟ معناه مش معناها مش لي كو نتاع الاوبيراسيون نتاع الدوله، مش معناها بيرو ديجا موجود تواصل تخدم فيه عام سنين، ما باش تنفستي في حاجه جديده. نجم نشوفوا اللي من 2012 حتى شي 2025 صحيح المساله ريال نتاع تونس قاعده تمشي وتكبر، ولكن ات ذا سيم تايم نحن الناس الكل نعرفوا باللي فما السيده معناها فما ممكن تاع سيده، فما ممكن تاع طب، فما ممكن تاع برشا حاجات. مساله ريال كونها تكبر في دوله ناميه ماهيش حاجه عيب، مش حاجه غلطه. ولكن نحن في المشكله شنو هو اللي فما ممكن تاع انفستيسمون الزوز لازمهم يطلعوا، ده اي دوله ناميه لازمها تزيد تنمو، حاجه واضحه على الاخر. ولكن اللي شفتوه انتم توا يعكس حاجه ما تتشافش كي تغزر للشونجمون تاع البورسنتاج من عام لعام. اللي هي الدولة بالحق في البريود اللي فاتت قاعدة تحاول تسيطر على النمو نتاع الماس السالاريال. بالورانجي كيف العادة الماس السالاريال النمو نتاعها نلقاوه بريسك قاعد كونستون، مش قاعد يزيد يكثر برشا. ولكن اونتر طون الشونجمون في الانفستيسمون يطلع ويهبط برشا. معناها كان جاتنا فلوس نصرفوه، كان ما جاتناش فلوس نقعدوا. يعني نجموا حتى من عام لعام تطيح تطيح للنيجاتيف الحكاية هذه. باهي، قبل ما نكملوا نواصلوا في الحديث على لي زانفستيسمون ولا سبيندينغ نتاع تونس الكل، المصاريف نتاع الدوله الكل، فما حاجه مهمه برشا اللي هي الانفلاسيون. ما نجموا نحن نقولوا اللي الدوله صرفت السنه 6% اكثر من عمناوي في بودجي معين، ولكن كي تجي تشوف الانفلاسيون تلقاها 7%، تلقى روحك بالعكس الدوله زادت نقصت فلوس. اللي هي ديسكسيون ديما الحباد ما تعملهاش، وجميع معناها ياخذوها عن فاكتور الى ان السنوات الاخرانيه معناها بدات فيها. ولهنا نشوفوا اوتي خدمناها انا وصديقي اياد اللي هو الداتا ساينتست، باش نحكي معاكم بعد شوي، اللي هي تعديل قيمه الدينار باحتساب التضخم. تحط لنا الفالور تاع الدينار اللي حاجتك به في السنه الاصليه 2023، ترجع ل 2010 والا بالعكس 2010 الى 2023 ولا اي عام تحب عليه من عام 86 يظهر لي، تنجم تبدل بها الفالور. لنا نشوفوا باللي مليون و500 في 2023 هي 700 دينار في 2010، فرق كبير معناه. واللي تلقاوه اللوطه كان تحبوا تاخذوا تصويره اليوم رابيدمون. يعطيكم فرصه. ان توكا انا استعملت لوتي هذايا باش معناها عملت ديسكسيون انتريسونت مع والديا نتاع سالاريك عام 90 قداش كان، وشوفوا تو قداش ولا. نلقاهم ريالمون كانوا يخلصوا اكثر منا توا معناها. سو توريك حاجات انتريسونت على الاخر الحكايه هذه. مي لابليكاسيون نتاعها نشوفوها في البودجي ديتا، لان هذوما زملائي في البوصله قبل كنت نخدم معاهم وقعدوا يستعملوا فيها اللوتي هذه لتوا، اللي هما السنه في 2025 غزروا للسبندينغ في وزاره التربيه، وشافوا الكرواسونس نتاعو معناها حسب الارقام. صحيح زادت وزاره التربيه معناها كانت 7 مليارات في عام 2024 ولات بعد إذنك بعد إذنك حسام، لازمني جوست نقول إنه الأكس هذا راهو من اليمين لليسار على عكس التشارتس اللي فاتوا باش الناس تتبع. مرة هذه راهو من اليمين لليسار على عكس اليسار لليمين بس. اكزاكتومون. انا عملت الفلاش خاطر بالعربيه معناها الجراف لازم تقراها من اليمين لليسار. شوف في 2021 6 مليارات و800، 6 مليارات و900، 7 مليارات و500، الى ان وصلنا في 2025 8 مليارات، اللي هو كرواسونس نتاع 1.6 كومباري ب 7 مليارات و900 نتاع 2024. ولكن ريالمون كان ناخذوا التضخم اون كونسيديراسيون نلقاو نلقاو البودجي نتاع وزاره التربيه نقص الا 5.14%. انا هذه هي بالحق حاجه امبورطونت على الاخر، وما لازمناش ناخذوا الارقام كما هي من الاول، لازم نبحثوا اكثر شويه ونخموا في الكونديسيون تاع الايكونومي نتاعنا. نفس الحاجه مهمه الصحه، نلقاو باللي هي في العوام اللي فاتت بيان سور 2021 كانت البودجيت تسمى عاليه شويه خاطر الكوفيد مازال موجود. 2022 دوبا ما اعتبرنا الكوفيد وفاه نقصنا في البودجيت ديريكتومون، قصينا ونقصنا معناها حتى من العدد الخدامه في وزاره الصحه. بعد بشوي بشوي بدا يرجع، ولكن كالعاده بشوي بشوي بدا يرجع. كي ناخذ اون كونسيديراسيون الانفلاسيون اللي صارت في تونس من العام 2022 حتى كش لتو، نلقاو البودجي معناها ما زادش برشا الحقيقه، وبالعكس زاد نقص ريالمون معناها الفالور ريال. اون بلوس نجم نشوفوا اللي لورانجي معناها البار لورانجي هي حصة الاستثمار من البودجي تاع وزارة الصحة تبقى ضعيفة على الآخر. الماجوريتي كرازون تاع البودجي تاع وزارة الصحة يجي في لي سالير نتاع الطب، ما غير حتى ايكيبمون، ما غير حتى انفستيسمون في البنيات، ما غير حتى شيء. فما معناها عندنا رابور خدمناه قبل على حالة الصحة في تونس، حبينا نفهموا علاش اكزاكتومون
معناها شنو صار في كوفيد، وعلاش بالذات معناها تونس ضربة خايبة برشا في الكوفيد. اكتشفنا باللي البيجي نتاع تونس للصحة معناها حاجة كاتاستروف الحقيقة، معناها ما فماش انفستيسمون جملة. اون فيت كي نقارنوا بالثورة تكشي 2022 2020 بلوتو، اكتشفنا باللي فما عدد نتاع سبيطارات نقص. يعني فما سبيطارات في الجهات نقصوهم سكروهم وهزوهم لبلاصة أخرى، معناها طب حطوهم في حاجة بلو معناها ريجيونال، في بلاصة في كل ولاية في كل ريجيون. فما حاجات معناها الحقيقة معناها طبيب قلب ما فماش في ولاية كاملة، معناها طبيب انستيزي ما فماش، جينيكولوج ولاية قبل لي يظهر لي ما فيهاش كومبليتمون. ما ذكرش الأرقام، رابور هو انتريسون على الآخر، تلقاه في باج منظمة البوسط. نواصلوا بالأرقام. مهمة النقل كي العادة نفس الحاجة، فما كرواسونس بالأرقام الأبسولو، ولكن الأرقام الريال ما فما معناها تحت 4%. وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي معناها اللي يظهر لي الوزارة الوحيدة اللي بالحق قاعدة تكبر في الأعوام الأخرى، قاعدين نشوفوا باللي هي باش تمشي، مشيت في 2024 إلى 2025 زادت ريالمون بالانفلاسيون بكل شيء 14.8%. هذه نقطة نجمو نحكيو فيها برشا، ودي حاجة لاحظتها أنا عندي سنين معناها من اللي بدينا نتناقشوا مع الاف ام اي في 2022 2021 2022 2023، اللي هو شرطوا علينا كوننا كان باش ندخلوا اون اكور معاهم لازمنا نقصوا من الدعم اللي في الاقتصاد كامل. وهذا ايش معناه؟ معناها رانا كي باش نحيو الدعم على المواد في الاقتصاد اون جينيرال لازمنا نعملوا تارجتد، معناها ايد سوسيال تارجتد، معناها لازمنا اعاده توجيه الدعم للمستحقين، هذيك شنو يسميوهم. ولكن هذا في تاريخيا ما نجحش في تونس حتى مره الحقيقه. هو معناها من بودجي نتاع 3 مليارات و400 ميمسي اكبر من البودجي نتاع 2 مليارات في 2021. وزاره الشؤون الاجتماعيه غير قادره، ما تعرفهمش العباد اللي فقراء بالرسمي. وزاره الشؤون الاجتماعيه تعرف العباد اللي فوق خط الفقر شوي، ولكن الفقر المدقع ما همش في الرادار نتاعها اصلا. وهذا شفناه في الكوفيد سبيسيفيكمون، اللي الاعانات معناها ما وصلوش للعباد اللي تستحق الاعانات. ذي معناها حاجة خطيرة شوية. هي بيدها الوزيرة اللي توا وليت وزيرة من تاع الاقتصاد، هي بيدها في بالها بها الحكاية هذه. ولكن هذه فما حاجات كي انت تمشي تخرج تنيكوسي بيهم للاف ام اي لازمك تعملهم ابارامون بشوي بشوية. معناها قاعدة تصير الحكاية مش سودانمون، اللي هي حاجة باهية على الأقل ماهوش سودانمون، خاطر وقتها تصير كريز كاملة في الإيكونومية التونسية. ولكن هما شنو يحبوا يوصلوا فينالمون، اللي تولي عندك معرف وطني، معناها الدولة تعرف هل انت فقير، هل انت معناها تحت خط الفقر، هل انت في طبقة وسطى. هذا شنو ماشيين فيه التوجه نتاعو. نحن توا حتى لتوا باش نشوف في قانون المالية هذا ما فماش معناها من الحكاية هذه، ولكن حسب الأرقام نفهم بالي فما تحضير. مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه حاجة مهمة برشا في الأعوام الأخرى، وفهمت الدولة باللي هي مهمة برشا الحقيقة. إي كوميم قعدنا مانيش قاعدين نشوفوا في شونجمون كبير كبير برشا. من مليار و700 في 2021 إلى 2 مليارات و279 مليون دينار. هذا معناها مازال ماهوش رقم مهم برشا مقارنة ببقية البيدجي متاع الدولة، بالرغم بالمشاكل اللي عندنا. معناها نجم نحكيو لنا على الرابور متاع البنك مونديال على الامباكت متاع الشونجمون كليماتيك على تونس ديجا، اللي هما يقول لك معناها تونس من اكثر البلدان المعرضة للخطر بالنسبة لنا سبيسيفيكمون على خاطر الماء. ومعناها توا ديجا انا نشكر اصدقائي في دايسبورا ان اكشن خاطر خدموا برشا ديزيفور معناها في البودكاست يفسروا اكزاكتومون علاش الحالة هذه. مي انا من منبري كمعناها عبد انتريسي بالماليه العموميه، أنا شفت في الرابور هذا حاجه انتريسونت برشا، اللي هو يقول لك مثلا في البيدجي نتاع 2023 اللي هي مسكره كامله، كانوا متوقعين اللي باش يصير ما بين 2023 و 2024. لا سامحني، في 2022 وقتها كانوا متوقعين في 2022 حتى كشي 2023 باش يصير كرواسونس نتاع 12%. لا سمحت 12% في السيكتور اغريكول، كانوا متوقعين كرواسونس تاع 12% في السيكتور اغريكول. مي كانوا متوقعين فما كرواسونس معناها في البي بي نتاع تونس باش يصير معتبر. تو الارقام غابت عليه شويه، ما باش نرجعوا لها الفكره هذه في المستقبل في كونفرساسيون اخرى. كانوا متوقعين باش تصير كرواسونس معتبره في البي بي نتاع تونس 2.9، فوالا 2.9 كرواسونس كانوا متوقعين، ولكن هذا ما صارش. علاش سبيسيفيكمون البنك مونديال والدوله التونسيه زوز قالوا باللي هذا ما صارش؟ صار في الاخر يظهر لي 0.7 ولا حاجه هكا في 2023 كعام كامل، اللي هو خاطر السيكتور اغريكول صار معناها فيه شوت نتاع البرودكسيون نتاعو على خاطر الجفاف اللي قاعدين نعيشوا فيه. يعني هذا يتوقع البنك مونديال اللي هو كي باش نوصلوا ل 2030
اون فالور ريال الجي دي البي اي بي نتاع تونس، معناها اجوستي للانفلاسيون وكل شيء، فالور ريال نتاع البي اي بي نتاع تونس في 2030 باش يكون اقل من الفالور ريال نتاع البي اي بي في تونس قبل الكوفيد 2019. هي حاجه دونجوروز على الاخر معناها. وهذا معناها تنجم تقول العباد تقدم ونحن نوخروا. وسبيسيفيكمون يقول لك في الاغريكولتور، معناها كان باش نقعدوا الانفلاسيون طالعه بالنيفو اللي عندنا نحن، والبرودكسيون نتاعنا معناها السيستم الايكونومي نتاعنا كله مبني على طريقه اكستراكتيف للماء، بين معنا فين مش نوصلوا. وذاك علاش لازمنا برشا ديزانفستيسمون في الوزاره هذه سبيسيفيكمون. وتنشوفوا من بعد باللي الدوله قاعده تعمل في محاوله صغيره ما ماهيش كافيه الحقيقه. باهي. حسام، نحب نذكرك بالوقت لو البارتي هذه مهمة. يا ريت رابيدمون، نعملها بسرعة ولا. هي مهم. اكثر حاجه أيوة حكيوا عليها بسرعة. الناس في قانون الماليه 2025 هي الشونجمون، وعندهم الحق في الاي ار بي بي على مدخول نتاع الناس. هذايا البريم نتاع الاي ار بي بي قبل ما 2025 اللي هو فما لي ترونش هذوما خمسه ترونشات 0 26 28 32 فوق 50 مليون 35. هذا البريم اللي عشنا به في المده اللي فاتت الكل. ايش معناها؟ معناها العباد اللي تخلص في سالير 50 مليون مثلا، على ال 5 ملايين الاولانيين نتاعهم يخلصوا 0%، على ال 5 ملايين الى 20 مليون الاولانيين نتاعهم هذوما 3 ملايين و900 يخلصوهم تاكس، معناها على 20 مليون كامله. على ترانش الثالثه يخلصوا 2 ملايين و800 اللي هي 28%، على الترانش الرابعه يخلصوا 6 ملايين و400، وعلى الترانش الاخرى معناها اي حاجه فوق 50 مليون يخلصوا تو نتاع 35%. نرجعوا لمروان رابيدمون 600 مليون نتاعو يخلص عليها 2 ملايين و500، 205 مليون و600، تبقى له 400 مليون جو به. اون تو ريال يخلص 34.27%. لامبوزيسيون جديدة تبدلت، ولات قسموا لي باريم هذوما في بلاصة ما يكونوا خمسة كهو زادوا فيهم صغروا، معناها في بلاصة من 5 ملايين إلى 10 ملايين طول تنقص 26%، ولات 15 25 30 33 36 38، اللي هي هذه حاجة باهية على خاطر معناها ما فماش علاش العباد معناها اللي 5 ملايين إلى 10 ملايين يخلص 26% ديريكتومون. حاجة بالحقيقة تنفسروا كيفاش صارت، اما معناها ما كانتش فكره باهيه حتى طرف. واكثر من هذاك اللي هما ترونش الفوقانيه زادوها، معناها ما فوق 70 مليون يخلصوا 40%. هذه فكره الحقيقه انا نحترمها، وندعو الى المواصله في تكثير لي ترونش باش كل شانجمون صغير في مش شانجمون معناها كل 10 20 مليون عنده امبوزيسيون نتاعو وحده. وهذا البريم نتاع تونس هيستوريكمون كيفاش صار، لان على اليسار بالاورانجي نشوفوا بريم في فتره بورقيبه كان نشوفوا ما شاء الله معناها 16 ترونش تبدا من 5% الى توصل 68%، بشوي بشوي تطلع تصاعديه نتاعها 5 10 15 20 توصل الى 80 مليون دينار باستعمال لوتي نتاع الانفلاسيون اللي نعاود نحيي ايادا خاطر خدمها. ال 80 مليون دينار نتاع عام واش 80 في عام 80,000 دينار. 80 ألف ما هو مليون، مشكلة في العربي. 80 ألف دينار متاع عام بورقيبة تجي 300 وحاجة مليون في وقتنا الطول. كي جاء بن علي بعد معناها الترانزيسيون متاع بن علي، التحول متاع بن علي، خدموا وصاروا اكور مع الفامي اللي بدلوا فيه لامبوزيسيون متاع تونس. مشاو من ترانشات هذوما الكل قسموهم 0 15 20 25 30 35 اللي شبه الترانش متاع اللي كنا عايشين بهم بعد الثورة، اللي هو صار التبديل متاعه كان عام 2017 وقتها في حكومة الشاهد كان مش غلط. واللي ردوا المليون ونص نتاع البارتي اللي ما تخلصش ولات ما تخلصش ولات 5 ملايين. وهو كي تجي تشوف راهو جوست اجستمون لانفلاسيون، هذا راهو ما عملوناش مزايا كبيره معناها، ونقزوا من 15% ردوا 26% تو. انا هذا واكثر من هذايا معناها ال 50 مليون البلافون معناها فوقها الكل يخلصوا 35% ما تبدلتش ما بينات معناها الاكثر وحيد في عام 91 35% 50 مليون، 35% 50 مليون في 2017 اللي هما 50 مليون في 1991 و50 مليون 2017 ما همش نفس الحاجه حتى طرف. انا بالنسبه لي هذه كانت من اكثر الاغلاط اللي عملناها في الثوره، ولا ما كانتش اغلاط، كانت حاجه مقتصده معناها كان ضرب فيه الطبقه الوسطى على الاخر، من ترد لهم عبد كان يخلص في 15% تردوا 26% في نهار وليله، نورمال ما نحكيوش عليها الحكايه هذه. ولكن هذا سيتي با حاجه اكسبسيونيل عملتها تونس، هذا معناها حاجه تراوند عالمي صار. من هنا نجموا نشوفوا بلاد معروفه بالسوسياليزم نتاعها اللي هما كانوا يخلصوا فيها حتى معناها توصل في عام 50 ما بين 17% الى 84%.
20% إلى 91% في عام الستينات، سبعينات، ومن بعد كده ولاو بشوية بشوية يخلصوا في دي ترونش أقل وبدي تو أقل. البلاد هذه هي أمريكا، واللي هي بداية الترند هذا مع لونجلتير اللي نسميوها النيوليبراليزم، اللي معناها نقصوا في الامبوزيسيون على لي سالير وعلى الكابيتال وعلى كل شيء وعلى حتى لي سوسيتي، و ات ذا سيم تايم نعملوا في الاوستوريتي نتاع المصاريف نتاع الدولة. معناها تونس ما جابتوش علم هذا، سيتي بلوتو ان سيستيم امبوزي علينا. باهي، رابيدمون. هل لازم البارتي هذه والله كان فما حاجات دقيقتين في الكل. عندك الأحكام تفصيل؟ المهمة اللي أنا نشوفها معناها في قانون المالية بتاع سنة، كان تمديد برنامج التقاعد قبل بلوغ السن اللي هو من المفروض يكونوا فيه سنة، ولكن مدوه حتى 2028، وذي في إطار الأوستيريتي. خلق صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات اللي هي حاجة باهية وتوجه باهي للدولة. كما قلنا معناها وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدة تتطور في المصاريف نتاعها. إحداث صندوق خاص، صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، اللي هو زاد حاجة انتريسونت وحاجة باهية نشجعوا عليها. صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن جوائح طبيعية، ذي كانت تجد من 2017، ولكن عاودوا معناها وسعوا فيه وعطاو معناها اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الفلاحية باش يزيدوا يوسعوا في الصندوق هذا. فما عملوا خط سبيسيفيك لتشجيع الاستثمار عند بعض المشاريع في الطبقات الهشة والفقيرة، 10,000 دينار للقرض الواحد في كافة المجالات الاقتصادية. كما قلنا بكري، الموارد المائية حاجة مهمة برشا، ودين ندعو أي عبد معنا باش يستعملها باش يحافظ على الموارد المائية متاع تونس، اللي هم عاملين خط تاع قرض من غير فائدة ل 20 مليون من أجل أي عبد يعمل مواجل لتخزين مياه الأمطار. ندعو أي عبد عنده القدرة باش يعملها حاجة هذه في تونس يمشي يعملها. تخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدل لاستعمال المنزلي، هذه حاجة باهية زاد، خاطر في 2023 كنا نتذكر قانون المالية زاد في الامبوزيسيون على الالكتريسيتي للديار، واللي هي كلفت توانسة بصفة معناها الشونجمون صار رابيد على الآخر، هذا ينقصوا شوية من التي في ا. إحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى الميزانية الدولة في 2025، هذه حاجة انتريسونت الحقيقة، اللي هما قال لك المؤسسات اللي في 2023 معناها رأس المال نتاعها كان 20 مليون دينار دون اعتبار الأداءات، باش تخلص مش في رأس عام. المال، يتجاوز رقم معاملاتها. مهم. شيفر دافير. شيفر دافير مش رأس بدون المال. بدون شيفر دافير، اي صحيح، شيفر دافير نتاعها بدون اعتبار الاداءات، واللي هي حاجه بالحق معناها قويه. معناها طلبوا منه الشركات هذوما باش يقدموا فلوس معتبره، معناها باش يعطيو 2% نون ديدكتيبل من الباز امبوزابل نتاعهم، معناها 2% الى مده في 2025 كهو. الحقيقه الاهداف نتاعها ماهيش واضحه حتى طرف، وما صارتش ديسكسيون معتبره في المجتمع نتاعنا علاش الحكايه هذه. عنا لنا الشركات الأهلية عملوا لهم معناها صندوق خاص باش يمولهم 20 مليون دينار لتشغيل فائدة خط تمويل الشركات الأهلية. وهذاك هو بالنسبة للحظة هذه. تو باش نحكيو على الموضوع هذا، باش نشوفوا شوية داتا، باش نعملوا داتا تشالنج صغير كي يبداو معنا الداتا اناليست، وباش نزيدوا نواصلوا نتناقشوا في الموضوع إلى أن نكونوا متفاهمين في القانون المالي. ميرسي بوكو على الاهتمام تاعكم، وإن شاء الله نكون I intrigued you. يعطيك الصحة يا حسام، برافو عليك وعلى الخدمة متاعك وأكثر حاجة شكرا على لي سورس باش الواحد يعرف إنه الحاجات هذه منين جات، وخاصة على الروابط متاع سيت البوصلة. آه، أم، البريزنتاسيون جاية من عند صديقنا إياد القدامسي، خبير معطيات في مجال المالية العامة والإعانات الدولية. ما نزيدش نطول عليكم برشا. تفضل إياد، شير سكرين واحكي لنا شو عندك. آخر ميساج خلاهولي قال لي الميكرو بتاعه ما عادش يخدم، سافا إياد؟ اون برانسيب سافا. قولوا لي كان جاوك باهي فازي. اوكي اول جود. باهي. دونك عسلامة الناس الكل. جوست باش نحاول نتصرف خاطر تلزيت
نبدل البريزنتاسيون. اوكي. دونك الفكره في البريزنتاسيون اللي باش نعملها هي جوست ديمونستراسيون صغيره على الحاجات اللي نجموا نعملوهم باللي داتا سيت اللي نجموا يكونوا عندنا فيما يتعلق بالماليه العموميه في الكال اللي احنا فيه. آه، وكيفاش حاجات كيما هكا تنجم تعاوننا يكون عندنا نظرة وقراءة كريتيك للمالية العمومية وللوضعية الاقتصادية في تونس بصفة عامة. قولوا لي كتنجموا تراو السكرين. is that yes. أي أما نراو في أمين دوبل. شكون هو البوغوس هذا؟ اوكي، قولوا لي توا تراو في بريزنتاسيون برينسيپ هكا ولا لا؟ وي. اوكي بيرفكت. دونك فوالا. اوكي. دونك الداتا سيت اللي خدمت عليه هو ليفوليسيون هيستوريك نتاع الدات. دونك كان فما شويه هكا داتا كلينينغ، داتا ريشيبينغ باش نوصلوا للفورما اكسبلواتابل. اوكي I'm facing issues sorry. حسام كانت تنجم تعاوني؟ أي خذ انت اللين اللي بعثته لك وحاول انت معناتها تو انتراجي افيك اللين وانا تو نوصف شنو صار. باهي يعطيني بضع دقائق نجم أمين نعملوا شوية أسئلة وأجوبة إلى أن نتخطاو الأسبي تكنيك هذا. باهي شكرا زملاء في الحفلة. نستعملوا البوز الصغيرة هذه باش ممكن نتناقشوا في اللي قدمه حسام. أنا مهمتي اليوم أني نكون صارم جدا في الوقت، واللي عنده سؤال أو عندها سؤال ولا مداخلة يلزمني للأسف الشديد يكون أقل من دقيقتين، وأنا باش نشد تايمر هنا. أي سيدي، شكون يحب أو تحب تعمل مداخلة ولا عندها سؤال يرفع ايده لفوق؟ متحشموش عاد، شو الحشمة هذه الكل؟ أنا اون فيت نحب نبروجيتي الباي تشارت نتاع لي ريفينيو نتاع ليتا. كان العباد عندها سؤال على الحكاية ولكن نحبوا نرجعوا للجراف معين معناها يظل خاطر تعدينا عليهم بسرعة أكثر شوية. صحيح. آه، ممكن أنا نحب أن نعلق شوية على الميزانية هذه، وممكن على الميزانيات متاع ال14 سنة اللي فاتوا. للأسف مانيش شايف أنه ميزانيات قوانين المالية اللي هي تتعمل كل عام، مش شايف أنه فما توجه استراتيجي متاع إصلاح الاقتصاد التونسي. يعني مثال، ما فماش توجه متاع توطين الصناعات، تقوية النسيج الصناعي المصدر بار اكزامبل، البعد في فلاحتنا على الزراعات اللي هي تعتمد على الأمطار. مانيش شايف أي حاجة ممكن للأسف تبعدنا على مشاكلنا الكرونيك، مشاكلنا المزمنة متاع الاقتصاد التونسي. يعني احنا عملنا مع في البودكاست متاعنا دياسبورا هاول أفكار، شفنا كذا مثال. شفنا المثال الكوري، قرينا زاد كتاب اسمه ديد ايد، كانت فيه الكاتبة تنقد آم، المساعدات الدولية والمالية، وشايفة أنها بي ممكن فما
عدد قليل جدا من البلدان النامية عرفت تستعمل المساعدات المالية باش تحول اقتصادها من اقتصاد ديما يكركر مسكين ويجري ما يلحق إلى اقتصاد فيه استقلالية وسيادة القرار الاقتصادي الوطني. وللأسف مانيش شايف في القوانين المالية اللي فاتوا الكل أي توجه استراتيجي بعيد المدى. ممكن إن شاء الله نشوفوه في المستقبل، ولكن مانيش شايف شيء هذا في الوقت الحالي. فيت نجم نشوف معناها، نجم نقول على الأقل اللي هو it's only natural كي تبدأ دولة، معناها الابروش الوحيدة متاعها للأمور اللي هي لازمت معناها تحسها كومبتابلي متاع شركة، اللي هي دولة ما هيش شركة، معناها مش نفس العلاقة بالضبط معناها اللي عند الدولة بالمالية كما شركة عندها بالمالية، ولا إلا في دار، في مثلا أنت عندك تصرف في 3 ملايين وأنت مدخولك 2 ملايين ونص، لوجيك يقول اللي انت لازم تنقص 500 دينار. الدوله صحيح. قاعده تتصرف بالطريقه هذه اكزاكتومون، ولكن صحيح. في الماليه العموميه مش هكا الامور، خاطر قد ما صحيح. انت تنقص من المصاريف نتاعك قد ما الفيتور نتاعك ماهوش مضمون. صحيح. آه صحيح. معناها هذه المشكله الابروش الحقيقه، وانا تعاملت برشا مع وزاره الماليه وهما ديما يشوفوا الامور بالطريقه هذه. هاجر تفضل. تفضل. هو يمكن ملاحظة ولا سؤال. أنت وقت اللي وريت الباي تشارت ووريت معناها الفندز، الفلوس منين تجي لميزانية الدولة، قلت لي تونس هي دولة جبائية. ظهر لي هذه الإكسبرسيون اللي استعملتها. وحتى كي نخمم في الكلمة اللي تقال توا، ظهر لي المشكلة اللي احنا اللي تونس دولة جبائية افكتيمون، معناها على خاطر ابخي تو إذا كان الإنكم الوحيد متاعك وهو الضرائب، وقال لي الاقتصاد قاعد يستاغن، بيان سور الضرائب ماهوش باش تزيد، معناها دونك الاقتصاد ماهوش باش يكبر. دونك يمكن اللي قاعد يصير توا اللي تونس قاعدة تدور ديزون في دورة مفرغة، معناها اوكي عندك اكل الاقتصاد اللي هو يستاغن مش قاعد يكبر، عندك اكل البارتي هذيك اللي هي مش باش قاعدة تتبدل، والدنيا قاعدة تغلى، الانفلاسيون قاعدة تزيد بطريقة كبيرة. دونك سي نورمال انه ان ريل تيرمز معناها البيجي قاعد ينقص. دونك انا نتسائل آه علاش. ما نعرفش اذا كان حسام معناها عندك فكره على الحكايه هذيا. علاش تونس ما تمشيش لي مارشي معناتها بلوتو دي سورس التيرناتيف كيما الديت باغ اكزومبل. ديجا انت امين حكيت على على ديت ايد، احنا وقت اللي قرينا عليه ولا حكينا عليه، هي بيان سور تكريتيكي في الديت، اما الديت نتاع الايد، الديت نتاع المساعدات، الدين نتاع المساعدات، ولكن هي الحالة البديلة اللي تقلبوا اللي هي الديت في لي مارشي كوميرسيو، معناها الجوفرمنت بوندز كو سوسوا معناها على الانترن والا على الاكسترن. دونك يمكن توا السؤال اللي يطرح نفسه علاش تونس معناها ما تمشيش اكثر في التوجه هذاك. بيان سور الديت ما تجي معاه مخاطر، على خاطر انت كنت باش تمشي تدين بيان سور لازم يكون عندك معناها ان استراتيجي وان بروجرام واضح نتاع باش تكبر الاقتصاد نتاعك باش نجم تو رومبورس. دونك فوالا معناها السؤال علاش احنا اسكو العائق معناها الثقافي ديزون ماناش دولة تونسية معناها ماهيش م- مرحبة بالفكرة هذيا، والا فما عوائق اخرين. اوكي نجم نجاوب على دي بارتي من السؤال نتاعك، اما باش نبدا باش نقول حاجه مهمه اللي دو ان اي ابلودد اللينك للداتا سيتس اللي عندنا في قاعد نشوف في اسامي ديجا نعرفها تحب تخدم على الداتا. انا ندعوكم توا باش تاخذوا 20 مينوت تكسبلوريو داتا كيما تحبوا، حطيتها اون فورمات دو اكسل، حطيتها اون فورمات دو سي اس في. اون بليس باش نرجع الايد بعد شويه باش نعملوا البريزونطاسيون من البي سي نتاعي وهو باش يحكي معنا. باهي نجم نجاوبك بحاجة. نحن عنا رابور وقت خدمناه في البوصلة اسمه تونس في دوامة التقشف، في دوامة الاقتراض والتقشف ولا حاجة هكا، اللي هي معناها تلقى روحك أنت تمشي سيكليك الحكاية، على قد ما تتقشف على قد ما تقترض على قد ما لازمك تتقشف. نحن عايشين في فترة خايبة برشا في اللحظة هذه سبيسيفيك، مو علاش خاطر الماتوريتي نتاع الديت نتاعنا جد الأعوام هذه 2023 2024 2025 قاعدين نخلصوا في مونطون هيستوريك تاع بالحق، معناها راهو اكثر من اي وزاره عندنا حطهم الوزارات نتاعنا بجنب بعضهم الكل تلقاهم الداتي يفوتهم معناها. هل الدولة تنجم تعمل حاجات الترناتيف؟ وي تنجم.
ولكن هل نحن معناها نعملوا فيه الحاجة هذه؟ لا. مثلا نجم نشوفوا كي مشيت حكومة هشام مشيشي ومن بعديك كي مشيت حكومة نجلة بودن تتفاوض مع الاف ام اي، هل مشيت لهم ببروجرام نتاعها قلت لهم هاو الفيزيون نتاعنا لتونس في 20 5 سنين 30 سنة؟ لا، ما قلت لهمش. نحن باش نثمنوا الرخص نتاع اليد العاملة نتاعنا، هذا ايش قالوا لهم؟ معناها نحبوا نخليوا اليد العاملة رخيصة ونعملوا معناها برودكسيون، تقول علينا جست نحبوا نعملوا معامل معناها وذاك هذا شنو نجموا سو نعمل. تريتانس. صحيح، سو باش نعمل تريتانس يجي باش نعمل ركب عندي sous-traitance. وهز أمورك. اكزاكتومون، ما فماش حتى ان موديل معناها نتاع فيزيون معينه باش نمشيو بها. وقعدنا في مشكلة معناها نحن ما منش معناش كاباسيتي معناها اكسبسيونيل الادابتابيليتي للإيتا، معناها معناش معناها الكونسنسوس هو ديك كانت المشكله في الفتره اللي فاتت. خلينا نحكيو اللي انا معناها اللي نحكيو على فتره بعد الثوره ديريكتومون. معناها ما كان الكونسنسوس هو المشكله. نشوفوا بلدان اخرى مثلا تمشي الفيمين بفيزيون معينه، علاش؟ على خاطر فما شكون من الفوق يقولوا نمشيو نعملوا هكا وهكا هكا. هذا من بسيكي صار في 2021 بعد 25 جويلية، ما مشيناش نتناقشوا بطريقه معناها عندنا فيزيون باش نعملوها، وصلنا في نفس المسار بتاع الدوله. انا من التيوري نتاعي الشخصيه تكون اللي البيروقراطيه نتاع الدوله هي معناها هي اكثر حاجه امباكتفول عندنا. معناها الادارات الوزارات هم اكثر حاجه معناها اكثر من الايديولوجي. تفضل اياد، كان عندك نقطه. ما نعرفش كان صوتي واضح طبعا. صوتك واضح. اوكي. به ان فيت اللي حبيت نقوله انه كو سوا الدولة التونسية تمشي في توجه انها تكون دولة جبائية والا دولة تقترض، ما نجموش من المنطلق هذايا نقولوا انه ماشية في ثنية صحيحة ولا ثنية غلط. على خاطر تنجم تكون دولة جبائية وعندك اقتصاد يقوم بالاهداف اللي انت تراها من الاقتصاد هذاك، كيما العكس. الحاجة الأخرى اللي حبيت تزيد نأكد عليها، انه وقت اللي نحس انه اغلب الناس وقت اللي تحكي على موديل الترناتيف للدوله الجبائيه اللي هو الاقتراض، نخموا في دي موديل ايكونوميك ما نجموش نسقطوهم على واقع نتاع دول كما تونس اللي هما الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده. كي نحكيو على الفيدرال ريزيرف، نحكيو على بنك سنترال تنجم تتحكم في سعر الفائدة العالمي جست بالتحكم في بسعر الفائدة في عملتها. حاجة سيميلر على الآخر تصير في اليوروبيان سنترال بانك في اليابان اتسيتيرا. دونك فما نوعية، فما ان لوفيي ينجموا هما يتحكموا فيه اللي هما عندهم امباكت على السوق الداخلية وعلى الأسواق العالمية اللي ما نجموش نقولوا عنه منه البوفار هذايا في تونس. دونك هذايا فاكتور ياسر مهم وقت اللي نتحدث على سياسات الاقتراض والتدين. that's it. وشوف احنا حكينا توا على دولة جبائية ودولة تسلف، فما راهو نماذج أخرى بالطبيعة احنا ما نجموش نعملوهم، اللي هي الدولة الريعية. يعني تحفر حفرة في الأرض يطلع لك بترول، شيخ الدنيا، ولا امبو سور لو ريفوني ولا تي في ا ولا حتى فينيات يعني الدولة، ولا عندك قناة السويس ولا عندك قناة بنما ولا عندك، يعني فما موارد تجم تكون عند الدولة. يظهر لي حتى تونس في الثمانينات قبل ما لما كان الحاكم هو اللي عنده الدروا اكسكلوزيف على البترول، كانت فما موارد ريعية للدولة التونسية، وممكن فما حاجات ما زالت ملك الحاكم، يعني كيف ما هنشير الشعال وبرشا حاجات أخرين. ما أنا شخصيا ما نشوفش أنها حاجة خايبة أن تكون دولة جبائية. دولة جبائية تلمد فلوس بالحق وتصرفهم كم يلفو أحسن من دولة ريعية معناتها عندها منخنخة بالفلوس ولكن الناس مش فرحانة فيها. يعني وعندك مثال الجزائر نموذجا وليبيا نموذجا. ما نوصلوش للخليج خاطر هما كوكب واحنا كوكب، بس بجيراننا هذوما الجزائر وليبيا فريمون. الجزائر حسب بري البترول تلقى الغاز ناتوريل، تلقى الناس في الشارع ماشية فرحانة ولا ماهيش فرحانة. مي اللي نشوف لازم انه يكون فما توجه للخروج من الحالة المتعبة اللي انت فيها،
وتدخل إلى مرحلة يكون عندك سيادة القرار الاقتصادي الوطني. وأنا في رأيي المتواضع هذا ما يجي كان بتكثير الناتج الصناعي وتكثير وتقوية الصادرات الصناعية. أي حاجة أخرى هي ما هيش قوية كم يلفو. وبصفة عامة في الاقتصاد الصناعات هي ممكن أحسن حاجة ممكن تعملها. علاش؟ على خاطر عدد ال indirect jobs، عدد مواطن الشغل غير المباشرة يكبر برشا، تصير عندك value chain كبيرة برشا. يعني أنت اليوم كي تشوف الدول الصناعية المصدرة تلقى اللي عندها نطاق قوة كبيرة جدا جدا جدا، أكبر من دول كانت صناعية وبطلت ولا تتصنع في بلايص أرخص، وتو جات تفيق على روحها بعد ب50 سنة، ولا تضرب في روحها بالكف وتقول لك لا نحب نرجع نوطن الصناعات. بعداش صاحبي؟ دونك هذه المداخلة اللي حبيت نقولها. كان جوست هو ده سيجوي بارفي لخدمة اياد معناها على الدات نطوش نظهروها، خاطر هي تنجم توري معناها الهيستوريك كيفاش صار شونجمون في الدات ستركتور نتاع الدات نتاع تونس. مي اي كلامك صحيح، معناها دولة فيسكال معناها دولة جبائية ماهيش حاجة خايبة. مي شنو هي الجباية اكزاكتومون؟ هي حاجة مهمة. معناها لي زامبو انديريكت كيما تي في او دروا كونسوماسيون، بدات تي في خايبة برشا. معناها كي طبعا يبدا عبد معناها يخلص في 10 ملايين، ماهوش باش يكونسوميهم كل 10 ملايين نتاعو، معناها باش يكونسومي منهم مثلا 2 ملايين. كيبدا عبد يخلص في مليون باش يكونسوميه الكل المليون. معناها كي نجي نشوفوا ريالمون قداش البورسنتاج اللي خلصها في تي في بارابور للريفونيو نتاعو، باش يطلع العبد الفقير يخلص في بورسنتاج اقوى. بيان معناها سور هذايا تي في ما هيش ضريبة عادلة بالكل. ونحن في تونس كما شفنا هي بورسنتاج معتبره من ميزانيه الدوله من الكونسوماسيون. حاجه جراف هذه، يعني حاجه خايبه برشا. لكن يدور لي صحيح. تو اياد كان انت حاضر، انا باش نبارتاجي ليكرون نتاعي الزملاء في الحفلة رجلوا لنا الدنيا. يريقلوا لنا الدنيا. عيب. به انا باش نبارتاجي ليكرون لنا، وياد انت قود وانا نتبعك. اوكي بيرفكت. جوست كان تحط لنا بلان اكران والله يا خويا اف فرانس. اف ان فرانس ليك لا تبعثها في البي سي اس اي. اوكي نيفر مايند. علي خاطرني دونك خاطرني جوست بارتاجي من زوم مشكله نتاع سوليت هاي. اوكي مش مشكل. به دونك باش نرجع للي كنت نقول فيه قبيله. هذه من ناحيه هي ديمونستراسيون نوعيه الانسايتس اللي نجم نخرجوهم من داتا كي تبدا اكسبلواتابل على ليكونومي. ومن ناحيه محاوله نتاع بدايه قراءه في كي يبدا عندنا جراف كيما هكا شنو نجموا نخرجوا منه. حسين كان تعمل لنا زوم من 86 الى 96. 86 إلى 96 حاضر شيف. اوكي. من 86 الى 96 هو الرجيم الاولاني في العلاقه بين التدين الداخلي والتدين الخارجي في الاقتصاد التونسي. نلاحظوا انه في البارتي الاولى من الجراف حتى ال 95 ديما كان التدين الخارجي عن تونس اعلى من التدين الداخلي، واللي هي حاجه مفهومه على الاخر، على خاطر حجم الاقتصاد في تونس وقتها مازال ماهوش قادر على ان يوفر تمويل. نوصلوا ل 96 اللي هي شكلت نون سولمون قفزه سريعه، لكن زاد لحظه فارقه. وعملنا قلبه نتاع الترند هذايا، ولينا نحكيو على انه التدين الداخلي اعلى من التدين الخارجي. حسام فهمني باش نعملوا من 96 الى 2011. ستاكت ولا نبدله؟ خلي ستاكت. نبدلوا نبدلوا جوست باش عندي بوان فيه. دونك نشوفوا في البريود هذه الكل ابار في 2001
حافظنا على نفس الترند انه لي زومبران انتيريور اعلى من لومبران اكستيريور حتى لين وصلنا ل 2008 اللي نتفكروا صار فيها الكريز فينانسيير العالميه. عاودنا دخلنا في مرحله اخرى اللي هي عاودنا قلبنا مشينا للتدين الخارجي على خاطر مره اخرى صار فما شرينكينج في الايكونومي لوكال اللي ولات ما عادش قادره انها تفينانسي الدوله. 2011 اكيد كانت سنه فارقه. حسين كانت تكمل لنا بقيه الترند من 2011 الى اخر الجراف. قبل باهي. نعم. خلينا هكاك. 2011 نلاحظوا انه بدينا نلاحظوا انه الجاب بينات التدين الداخلي والخارجي يمشي ويكبر حتى لين وصلنا العام ياسر مهم اللي هو كان 2019. نذكروا 2019 صار فيه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفي البريود من 2019 إلى اليوم نحكيو زادة على كوفيد. ريت فما شكون حط كومنتير أي كوفيد كان إليمون ياسر مهم. أما علاش ربطناه مع 2019؟ على خاطر اللي صار كان عنا ديزاكتور بوليتيك جدد وصار ليفينمون تاع الكوفيد. دونك اللي راو فيه في الجراف هذايا هو الشوا اللي عملوه لي بوليتيك هذوما والتصور الاقتصادي نتاعهم باش يواجهوا كريز كيما هكا وتبعاتها. نلاحظوا انه عاودنا مره اخرى رجعنا انه لي زومبران اكستيريور نون سولمون اعلى من لي زومبران انتيريور. الجاب يمشي ويكبر بدرجه كبيره. معناها نشوفوا في 2024 معناها براتيكمون قد كان اي فوالا حسين معناها اكثر ب 5 فوالا ب 5000 نسيت مليون الوحده شنو مليون دينار 5000 مليون دينار فوالا. دونك فوالا هما لي زوبسيرفاسيون هذوما از جاست فود فور ثوت. اما زاد كيما قلت هي ديمونستراسيون تاع كيفاش نجموا لي داتا سيت اللي وفرهم لنا حسام نجموا نستعملوهم باش نحاولوا نعملوا قراءات في الاقتصاد التونسي. ميرسي Thank you. بوكو. الحقيقه هذه معناها يوز كيس للداتا سيتس اللي عندنا. نحن معناها دعينا برشا من الناس باش معناها هم موجودين تو ولاو في الدومين بوبليك. هما دي داتا سيت لميتهم انا اترافير لي زاني مي نظفت شويه منهم باش يوليو اكسبلوتابل اكثر. والحقيقه معناها لنا تنجم تشوف فريمون كي تشوف هكا تراند تفهم شنو قاعد يصير. نعرفش نحن من بعديك اسكو العباد تحب تحكي في معناها تشوف تعمل ديزاناليز نتاعها وحدها وتاخذ بضع دقائق باش تحكي لنا عليه. اما حتى بالنسبه لتوا يظل نرمين في بالي بلي انت خدمت حاجه نرمين من توا نشوفوا مع سي سامي شنو عنده يحب يقول لنا. تفضل سامي. طيب شبيبة، كيما قلت لكم احنا برشا والناس كل تحب تقول حاجة، فخلينا 2 مينوت ماكسيموم المداخلات. تفضل سامي. باهي alors يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة vraiment l'approche didactique زاد excellente. c'est un très bon travail de préparation. أنا حبيت نزيد حاجة اللي عشتها ولاحظتها اللي il y a un défaut dans les données qu'on a en Tunisie. Ce ne sont pas des données réelles. C'est-à-dire que اللي قاعدين نشوفوا فيه qui est relié bon l'État donne des données plus ou moins réelles. Mais la réalité du terrain ماهيش هذيك. دونك الاقتصاد نتاعنا ماهوش اقتصاد عادي، ماهوش اقتصاد اللي تنجم تعمل له اناليز avec des moyens classiques comme dans un pays évolué ولا حاجه. دونك انا اللي لاحظته les données économiques les données statistiques الدنيا الكل اللي عندنا راهم ماهمش متناقضين مع الواقع. Ça c'est un problème numéro 1. Problème numéro 2, c'est pour ça que je fais toujours très attention quand on me montre des données comme ça, trop précises, et quelquefois,
les changements de données مربوطين ماهوش مربوطين بحاجه اقتصاديه ولا مربوطين بحدث ولا باي حاجه. اللي قالوا توا صاحبنا عياد قال il y a eu des élections donc فما حاجه تبدلت. دونك الاقتصاد نتاعنا ماهوش اقتصاد ولي فينانس نتاعنا les finances publiques et les finances de l'état نتاعنا ne fonctionnent pas avec quelque chose de logique quelquefois. D'accord? Ou allez, c'est pas logique, il faut aller plus loin et rentrer un peu dans les problèmes. C'est que pourquoi aussi on est un peu difficile à gérer. Par exemple, Youssef Cheh en 2017, ça y est, dinar. D'accord? On a eu pour la première fois dans toute l'histoire de la Tunisie une dévaluation très forte du dinar en très peu de temps. Dès qu'un finance partage, si tu trouves les stacks, donc il y a eu une déstabilisation du système économique interne اللي زاد تواصل حتى التو. دونك انا حبيت نحاول نفهم ولا نحاول كيفاش نجموا نخموا مع بعضنا كيفاش ناخذوا انا جو دي توجور ça c'est la pointe de l'iceberg اللي نشوفوا فيهم. ما نشوفوا كان لا بوين دو لايسبيرغ ان تيرم دو دوني دو ستاتيستيك، ما نشوفوش اللي تحت الماء. دونك انا ماذا بيا نلقاو اليات باش نمشيو نشوفوا نلقاو دي دوني كي سون دي دوني ريال. انا نقول لكم حاجه، on a fait une étude de terrain en 2018 2019 على الاقتصاد، على شو اسمه، على الصناعات التقليديه. داكوردو وقت اللي عملنا ان كومباريزون avec les statistiques de l'État ou les terrains sur le terrain, rien à voir. D'accord? Donc on a un problème de données. Donc ça c'est un point, j'aimerais peut-être qu'on essaye de réfléchir là-dessus. Sans données صحاح ما تنجمش مش تعرف، ما تنجمش، tu peux pas analyser, tu ne peux pas planifier. C'est ça le problème. واضح. تري بيان. طيب تري بيان. نجم نجاوب عن بعض خلينا نشوفوا شكون آخر يحب عنده مداخلة. شكون آخر يحب يقول حاجة شبيبة؟ بازي آية تفضل. أنا عندي سؤال متاع نتوما كدي اكسبير دو دومين، شنو هي لي زابليكاسيون اللي تراوهم اللي الماشين ليرنينغ ولا لي موديل معناها نتاع ديب ليرنينغ ينجموا يعملوها؟ جونغ اسكو فو بونسي بلي داتا هذي تنجم تعاون في مثلا فوركاستينغ نتاع ترندز، والا اسكو تركزوا اكثر على assessment نتاع historical trends وشنو كان الامباكت نتاعها sur différentes dimensions de l'économie، والا risk assessment، والا معناها خاطر انا كانسان تكنيك معناها ما عنديش فكره كبيره على الدومين. جو مي دوموند شنو هي الاسئله اللي نجم نجاوب عليهم بالداتا اكسبلوريشن معناها. وكان عندكم هكا دي جيد معناها نتاع applications for data science on this that would be nice. Thank you. اوكي بارفي، يعطيك الصحة آية. شكون آخر يحب يقول حاجة، يسأل حاجة، يزيد حاجة؟ طيب حسام حبيت تجاوب نقطة سامي، وممكن من بعد إياد يجاوب نقطة آية. ولا اي عبد نجم يجاوب معايا. جوست هي نقاط معناها نتفاهم اللي في سيتواسيون تاع بلاد كيما تونس نجم عبد يشكك في لي دوني، مي التشكيك اكثر من اللازم ساعات نلقاو رواحنا نضيعوا معناها ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء. فبالنسبه لي انا سبيسيفيكمون في لي دوني بودجيتير ماهيش معناها الدوله تخرج جوست تخرج لنا في الاوراق. أنا فما قانون المالية اللي هو شنو الدولة تحب تصرف، بعديك فما قانون المالية التكميلي اللي هي في وسط العام قديش صرفت الدولة حتى تكشف لتوا، بعديك فما قانون المالية كي تسكر معناها العام تخرج لك رابور على الاكزيكيوشن تاع لا سامحني كل 3 أشهر الدولة تخرج رابور على الاكزيكيوشن تاع البودجي، قديش صرفت ديجا، قديش ريال وقديش فيكتيف، ومن بعد عامين ترجع الدولة تثبت في ما شكيتش في الدواء، جي با سي با سا مون بروبليم. ليه انا نتفاهم انا باللي بالحق سي با سا مون بروبليم، سي كو احنا توا كي نحبوا نحكيو على une politique économique, ولا لا، et d'utiliser le budget de l'État. هذاك واضح، البودجي دو l'État ما ينجمش ما يجيبوش، مش حط راسك وحب تعجب نو. انا نحكي لك تو الامباكت
l'impact sur la vie des citoyens et sur la vie de l'économie, etc., etc. Bien sûr. Donc, qui t'a une planification, on trouve là aux arts, par exemple, de la aux arts qui قلت الاجتماعية فهمتني. Comment on peut savoir si 1 million c'est suffisant ou pas فهمتني ولا لا. Donc c'est ça mon problème. نجم بريفمون نمس على النقطة هذه ونمس على النقطة اللي سألتها آية معناها مثلا ماشين ليرنينج. جانفيت العباد الكل باش تعمل نظرة إلى قانون المالية معناها تمشي تغزر له فما برشا داتا أنا جست خرجت منه حاجات صغيرة راه مي مثلا قانون المالية يحتوي على كل مدرسة كل ليسي كل جامعة كل سجن كل سبيطار البيدجي نتاعو قديش استثمار قديش الفونكسيونمون قديش التشغيل نتاعو فيه. هذا مثلا دي داتا سيت كبار برشا نجم انت تعمل اناليز نعرفش خاطر الانسان العادي ما نجمش يفهم برشا معناها نحكيو على كل مدرسه راهو في تونس برشا برشا حاجات تولي نجم تقارن انت بالجهات انت تمشي توبزرفي في الريال شنو فما في مدرسه في حاسي فريد ولا حاجه هكا شنو هي الظروف الريال نتاع العباد وتربط من بعد انت بالترافاي بودجيتير ما هذه خدمه نتاع معناها حاجه فيلق نتاع دي زاناليست معناها كان بالحق نحبوا نكونوا سيريو في حلين مشاكلنا نتاع تونس معناها كي نحكيو على الدياسبورا والكاباسيتي نتاع الدياسبورا باش تخدم من حاجات وعندنا كلنا سكيلز معناها تبارك الله ما شاء الله توانسه اللي نسمع بهم اللي شنو قادرين يعملوا ما هذه حاجات سيريوز تتطلب خدمه على التيران باش تربط بين شنو هي صاير في القانون وشنو هي الواقع باش تفهم منه الحاجات. انا بلوس كو سا ما نجمش نجاوب برشا على الاسئله نتاعك خاطر بالحق معناها انا بدي ما أنا نتفهم اللي فما فرق كبير والمشكله اللي تنجم تكون الاجريجيت معناها كي تاخذ الشيفر يجمع كل شيء بيان سور كي باش تغزر لي ديتاي نتاعو من بعد باش تلقى برشا مشاكل. انا نقف على الاجابه لنا تو نعد الهجر ومن بعد كنشوفوا اياد كان يحب يجاوب. بس في نفس الوقت انت حسام جاوبت نقطة طرحها سامي وجاوبت نقطة طرحتها آية خاطر إذا فما هذا المستوى من التفصيل في قانون المالية يعطيك نتصور أنا ممكن لو أنت آية إنسانة تكنيك وتلقى حد يخدم في اتوديون ولا مغروم بالإيكونومي ولا مغروم بالديفلوبمنت ستادي ممكن تحط your technical skills على الأسئلة اللي هي ولا هو يحبوا يبربشوا فيها بالنيفو الديتاي هذا ممكن توصلوا لحاجات مفيدة جدا. تفضل عرفتي هاجر. ميرسي أمين. والله أنا جست النقاش هكا عجبني معناتها جتني فكرة أنو ديجا سي تري انتريسون معناتها أنا نعرفوا أنو القانون المالي فيه لي دوني ديتايي هذوما وحسب معناتها ما شفت قبل لي دوني بوسيبل اللي نجم واحد يستعملهم زاد فما لي دوني ساتيليتير لهذا تنجم مثلا تعطيك فكرة على ديزون الكاليتي متاع المسكن اسكو العباد عندهم الكتريسيتي ما عندهمش بون بتاتر في تونس ماهوش انديكاتور كبير برشا. ان توكا معناتها البوان نتاعي اللي معناتها فما دي دوني اخرين ابار اللي هما معناها تابعين للدولة واللي تبليهم الدولة عن طريق لي دوني ساتيليتير نتصور معناها فما بوتنسيال كبير ان واحد معناها يعمل ريزوليوشن نتاع دي بروبليم كيما هكا مثلا نحنا حكينا على البروبليم نتاع وين الفقراء اللي عباد اللي يعيشوا تحت الفقر بالحق وين ونتصور معناها فما دي بوسيبيليتي تكنيك اللي نجم واحد يلقاهم معناها كيما قلنا عن طريق المسكن مثلا وبدات تحط تركب عليهم دي دوني ديموغرافيك وكل وتعمل شويه كماشين ليرنينغ وفازات دونك سي تري انتريسون معناها هو كي ما كانش الفكره يظهر لي اليوم باش نحكيو معناها باش نعمل برين ستورمينغ اما افكتيفمون معناها خرجنا بفكره نجم نخدم عليها الدياسبورا. طيب شبيب نشوف في برشا أسامي جديدة وأوجه جديدة مثال ما تحشموش قدموا لنا رواحكم أنتم وين عايشين على شنو تخدموا شنو اللي شدكم في موضوع اليوم هل كانت في مستوى تطلعاتكم ولا كنتوا تتخيلوا حاجة أخرى ما تحشموش. عن وليد عن آية وآية عن نرمين عن زوز عن سامسونج. هذا الكل حشمة. نعملوا جايزة باش نشوفوا شكون يتكلم ويعطينا كلمة وياخذ شي يحب.
I can go, I think. يعطيك الصحة Uh, وليد، برافو، نحبكم كلكم في معنا وليد. Kassan, bravo, Hossein Mouid, pour la présentation. I think it was really interesting to see يعني data والقانون المالية. So thank you so much اللي عملتوا الأناليز هذيا، حكيتوا على الموضوع هذايا ce qui est très important. Bon, my expertise is more in education financing and education in general. الحق هذه حاجة جديدة علي وسكي قانون المالية and thinking about other sectors and the fiscal question as well. But yeah, bravo. Bon, I'm based in Toronto in Canada at the moment. Maybe c'est très intéressant. And maybe like a question that I had, and maybe you can talk more about Mata, if maybe the data sets could be used to create Mata des scenario of what works and what doesn't work well, kind of learning from the past of different scenarios that we tried, and thinking about the impact of them, and thinking about how these scenarios ينجموا they inform يعني the decision making in the future. That if you choose to go the route of relying more on like foreign aid versus like internal debt, and if you try different things with fiscal situation, like what would that result in? ما الفكرة حسيتها just كيفاش نجم نستعملوا الداتا هذيك. But yeah, again, bravo حسين وإياد و the whole group. تحب نجاوب توا ولا تحب نواصلوا في ال introductions؟ طيب مادام آية باش تمشي برا ربي معاك، آية الأخرى أعطينا رأيك في الديسكوسيون، أعطينا رأيك في السيسيون، هل ارتقت إلى مستوى تطلعاتك ولا لا؟ طيب آية حشام، نرمين أنت عجبتك، قلت insightful وعطيت كومنتير، أعطينا رأيك. نرمين قالت لي تخدم. ميسالش انا في الخدمه الحقيقه ما ميسالش جو مي بريزونتي مادام اي لوغد اصلا من الناس الكل انا نرمين نعرف حسام ووليد عندي من برشا من الليسان نتصور. I think it's very insightful كما قلت. أنا قريت economy في الماستر، عملت economic analytics, so this is right down my alley. الفرق الوحيد اللي مستنسى بنظر ال fiscal و monetary policy متاع Federal Reserve Bank not necessarily حاجة متاع تونس. So this is really cool. في الحياة اليومية نخدم أناليست أكثر من إيكونوميست، أما I have interest في الإيكونومي. أمريكا. أي بازي في ناشفيل تو، هذاك علاش نزلت في الخدمة خاطر نص نهار تو. وشنا آخر عملت شوية بيتون قبيلة، ما it was very rushed، وكان نحب I share my screen ونوري حاجة في صفيصة. vas-y. يا أوكي سلام. أوكي أما راهو في صفيصة معناتها I didn't really spend a lot. بدي 30 seconds. به مسلش. أوكي هذه سكرين. أوكي دوكو وصلت للداتا اللي بعثها حسام. الداتا اللي بعثها حسام it was more of a panel data اللي هي صعيب تتقرأ. دوكو بدلتها رديتها term series. هو هكا الداتا تجي years في ال columns واللانس indicator في ال I guess rows. So I just flipped it to more of a time series معناتها كل عام وقت كيفاش ليفوليوشن صارت. من بعد اخترت دي زيفينمون اللي صاروا في تونس اللي انا مانيش ياسر فاميليير معناتها. فما حاجه قلت عام 96 صارت حاجه، ما هذوما اللي نعرفهم 2011 2016 ابارامون فما حاجه تابعه ل IMF. 2020 الكوفيد. 2023 apparently there is a fuel subsidy reform. I'm not super sure. ما خديت العوام هذوما، لا نركزوا مسيرش على الريفوليوشن. 3 سنين قبل 3 سنين من بعد، وغزرت على لي موين بين اللي صار 3 سنين قبل وش صار 3 سنين بعد في كل مترك عنا، كل معطيات عنا. وشفت رنيت عليهم تي تيست باش نشوف اسكو significant الديفيرونس ولا لا. وشفنا الريزولتا هكايا. باغ اكزومبل دي نقولوا this is the event study impact بتاع 2011.
اسكو significant ولا اسكو البي فاليو significant. انا ما عادش نحكي بالعربي على الخدمة الحقيقة. اسكو نفهموك. significant في بي فاليو ولا لا؟ مثلا البي فاليو significant على taxes on salaries en 2000 ولا بعد 2011. Same thing for income tax, مهم. direct tax, value on tax added, TVA, etc. مهم. وجربت هذايا على all the other metrics على all the other the other events بعضهم حسين. هذايا 2011 هذايا الكوفيد. مهم. نجم تكون significant في النيجاتيف ولا في البوزيتيف، أما apparemment كلهم significant في البوزيتيف. مهم. ونجموا نجربوها على different events معناتها اللي أنا مانيش فهمتهم but I want to معناتها نعرف شو فما إيش صار. But yeah, this is just a basic kind of event study. ومن بعد غزرت على في والdistribution نتاع لي في les événements الكل. mais I think this is not super insightful الحقيقة. اوكي. ولا bon ينجم الانسايت انك تشوف قديش sensitive المترك هذيك على les événements اللي يصيروا نسميو shocks معناها. مهم. This is a very interesting approach. Maybe we can work more on that. Je suis vraiment intéressé à pousser un peu pousser à travailler un peu plus sur ces chiffres. يعطيك الصحة. اي الحقيقة one of the معناتها الحاجات اللي ناقصة اللي هو باغ اكزومبل انا استعملت تيست ماهوش نيسيسيرمون احسن تيست على خاطر لازم نشوفوا الداتا نتاعنا ديستريبيوشن نتاعها كيفاش اسكو نورمال ولا لا. انا جاي عملت الاسامبشن اللي هي نورمال which is not necessarily the best way. just حبيت فيسا نعطي حاجة. Maybe we have to add some more data because ça c'est uniquement les data du budget. Peut-être pour ajouter encore plus de données. Essentiellement, par exemple, حبيت نشوف parmi les événements اللي أنا شفتهم économiquement vraiment tragiques اللي صاروا في تونس هي حكاية اللي حكيت عليها المرة الأخرى tout à l'heure en disant que وقت اللي يوسف شاهد سيب الدينار والدينار il a pratiquement perdu 40% de sa valeur en l'espace de quelques mois. Ça, c'était quelque chose d'assez impactant. خاطر احنا مستنسين دينار ما يتبدلش presque pas. Donc ça c'est والله c'est très intéressant. يعطيكم الصحة. J'aimerais bien qu'on travaille encore plus sur cette truc de data. كان نلقاو شوية أكثر وقت باش نزيدوا نعمقوها. امين كان نجم انا ننتراكتي دقيقه توا. ميرسي بوكو نرمين. الحقيقه خدمتك معناها هي كانت تجاوب سؤال وليد وتجاوب سؤال ايه زاده معناها اون فيت كي يو بين بوينت سبيسيفيك بوليسي عملناها في الباسي نشوفوا الامباكت نتاعها هل نجحت في معناها الحاجه اللي نحبوا نوصلوا لها البيوت اللي نحبوا نوصلوا له ولا. that's kind of the way to go forward. اون بلوس معناها نحب نزيد حاجه اللي معناها نحن برشا عباد حبوا they sign up for the data challenge. مي جاوني توا برشا دي ميساج قالوا لي ديزولي انا ما خلطناش باش نحضروا ما نجموش على خاطرهم في الدياسبورا وبعاد وما نجموش الوقت يخدم معاهم. برشا عباد قالوا لي اسكو نجموا نعملوا نحضروا في الفيتور هاكاثون ولا حاجه هكا نجموا معناها نجيبوا as much data as possible نعملوا ايفينمون بوتيتر مع دي بارتنير ونكبروه الايفينمون وكل شيء ونشوفوا اكزاكتومون معناها كان العباد تعدي نهار كامل ولا نهارين ولا جمعه داز ماتر يخدموا على الداتا نتاع البودجي في تونس وي كان كولكت as much info as possible. وتبارك الله معناها عندنا ديز اكسبير بالحق في حاجات تنجم تخرج معناها if you apply the same methods similar methods اللي تخدم فيه في مثلا على البنك في Central Bank Federal Reserve في أمريكا شنو تنجم تلقى في تونس. It's nobody does these things bizarrement معناها ما it's I invite everybody. الحقيقة this is a good first step. It's a proof of concept اللي نحن نجموا نعملوا حاجات بالداتا اللي عنا. So thank you نرمين و thank you وليد. I hope I kinda answered سؤالك شوية متاع نجموا نشوفوا معناها وقت اللي خدينا الديسيزيون هذه how did it impact حاجات أخرى اللي نحن on s'intéresse بيهم. نحن شنو بالنسبة لنا أهم حاجة نحبوا نقصوا البطالة نحبوا نزيدوا GDP نحبوا ندري شنو. That's how we follow من بعد. سورتو فما حكاية الشركات الأهلية هذه الناس في تونس منقسمة عليها انقسام كبير جدا. فما اللي يقول سيت اون ميزور بوبوليست فما اللي يقول أنها فكرة ممتازة ومبادرة ممتازة. دون معناتها تو نشوفوا الوقت شنو باش يورينا في الحكاية هذه. اي هي حاجه هذه تو مازال فيهاش داتا ما نجموش نجاوبوا عليها. مي مش نجم نقول اللي انا حسب القانون الماليه هذا والقانون الماليه اللي فات اللي هم الشركات الاهليه ما يدفعوش دي زامبو واللي هم الشركات الاهليه معناها اللي ما يدفعوش دي تاريف
وياخذوا شويه تسهيلات عند خطوط التمويل اللي قاعدين حاطينه. وي. سو العباد، انا معناها نشوف العباد باش ياخذوا لوبورتونيتي باش يعملوا الحاجه هذه سبيسيفيكمون خاطر ما فيش ديزامبو. فما نعرفش اسكو اوتيل ماهيش اوتيل وشنو الامباكت نتاعها على الايكونومي. هو اون فا فوار بالداتا كي باش نعاودوا نعملوا الهاكاثون بعد 5 سنين ونشوفوا شنو الحكايه. كما يقول المصري المية تكذب الغطاس. باهي. طيب شبيبة، شكون مازال عنده ما يزيد قبل ما نسيقه؟ أسامة، اعطينا كلمة، صرنا برشا عليك، توحشناك. يعيشك يا سيدي، لا يوريك ما يوحشك. بون premièrement kudos تو نرمين، والله يعطيك الصحة. beau travail. الفكرة متاع كونه يتخدموا دي موديل ولا يتخدم مع الdata. نشوفها حاجة ياسر intéressante. يمكن يقعد ديما الإشكال، ما نعرفش إلى أي مدى إشكال في تونس ولا بالنسبة لتونس. data collection ظهر لي الإشكال متاع كل data scientist. ميرسي بوكو. أنا توا كنت نكتب في ميساج لي باش نقول لكم راني ماشي فرحان برشا اللي كنت حاضر. جو مو بريزونت بون نورمالمون كريم من الأول. أسامة أبو عزيز من برلين. قريت في الكايتي وخدمت في الكومبتنس سنتروم für Krisenfrüherkennung في الأونيفرسيتي تاع بوندسفير. وتوا باعث مشروع كلمة إنجليزية قولها لهم بالإنجليزي. إنجليزية. دونك خدمت في ال competence centrum. حسيت le centre pour la reconnaissance de crise في l'université de l'armée في ميونيك. وتوا باعث مشروع. ما زلت في لي فاز الأولانيين. إن شاء الله نحكي لكم عليه بالتوفيق. وقت اللي يلا مشروعك ينجح وتمول دياسبورا ان اكشن. إن شاء الله يا خويا، إن شاء الله. هذاك اش نحب حتى أنا. هذاك عليه عامله المشروع. بالتوفيق. ان توكا ميرسي بوكو جماعه الكل، يعطيكم الصحه. كيما قلت لكم لازمني نمشي. مي فوالا ان شاء الله نشوفكم عن قريب، سيرتو جماعه برلين. جوستومون حبيت نقول جوست كان فما اكثر من برلين، خلينا نحاولوا نلقاو فرصه باش نعملوا لقاء صغير. avec plaisir de ma part. Donc عارفين امين تلاقي بها نتصور تنجم تنتوركينا طبعا. كل جماعه برلين هي بيان البرشا. سور. طيب شبيبة، شكون مازال يحب يعمل إضافة؟ 3 2 1. يلا الإضافات وفات. أول حاجة نشكر حسام على المبادرة وعلى الخدمة المزيانة، ونشكر إياد زاد كيف نشكركم الكل اللي لبيتوا الدعوة. نشكر عرفتي هاجر اللي هي اليوم الزملاء في الحفلة، هي اللي متكلفة بالكتوسكية تكنيك. نشكر سامي على مداخلاته، نشكر نرمين، نشكر وليد. وإن شاء الله نشوفوكم. الناس اللي أول مرة يتفاعلوا مع دياسبورا إن أكشن ما تنساوناش، عنا بودكاست مزيان برشا اسمه هاول أفكار، موجود على سبوتيفاي، على الأبل بودكاست، على جوجل بودكاست، على اليوتيوب، على أي بلاصة تسمعوا فيها البودكاستات. وانتم ماشيين للخدمة، وانتم مروحين من الخدمة، ما جاكمش النوم في الليل، خدموه راهو قمقوم برشا ويعجبكم. ويعطيكم الصحة الناس الكل، وليلتكم زينة. تمام. تمام.